قصيدة هواجس أيلول للشاعر التونسي وليد عبد الحميد العياري. هجرت القهوة السوداء مذ التحفت كلماتي بالسواد، صار السكر حبيبات مرارة ولبس الفجر ثوب الحداد، رحل الفرح عن عيون القمر وغدا الليل كئيبا يشتر الخيمات. لا تسألوني ما سر حزني، الجواب عند السحب. أرأيتم مجنونا يتقن فن الخطاب يحسن الإجابة؟ كل الأجوبة عند المطر والغيمات. اسألوا أيلول لعله يخبركم عن خبايا الحكايات، أو استرقوا السمع لعلكم تفقهون أسرار النجمات. أنا بعض شاعر متمرد مخضرم، رماني الزمان في حضن الأسى، أتجرع كؤوس الهزيمة وأحلم أحيانا بقصر وحاشية، أتربع فوق عرش الدكتاتورية، ولي عصا موسى أنش بها أفكاري فتغدو نظريات، ولي فيها مآرب أخرى ثم سرعان ما تصفعني أزمات، وصوت أبي القادم من عالم القداسة. أقف مذعورا وأبدأ في صياغة حلم جديد ونسج حكاية من حرير الأمنيات.